يا اهلا وسهلا بيكم في محشي فود. والنهارده احنا مش جوه الاستوديو، لان النهارده عندنا مطعم مميز جدا 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 وجديد في مجال المشويات. المختلف فيه ان هو مش مشويات طبق مشويات وكده، لا، المختلف فيه ان هو مشويات سندوتشات. النهارده يا جماعه احنا في مطعم لغم، وبلا اي كلام كتير هنطلب المنيو كامله بتاع مطعم لغم ونقول لكم على احلى سندوتشات عجبانا وما السندوتشات ما عجبتناش للاخر. ويلا بينا. طيب الاكل جاهز. اوه سلام. المنيو الطبيعي بتاعهم هو عباره عن 6 سندوتشات. للاسف هو الكباب مش موجود وانا طبعا بسجل الفيديو ده، انا جيت لهم على غفله شويه. وعندهم 3 انواع حوشي وفي برضه بطاطس. سلام السلام عليك، الله عليك الله عليك. طيب نبدا بايه بقى؟ نبدا بايه؟ ده الكبده تقريبا، ده كبده. تعالوا ندور. كبده سبايسي شويه حلوين، معاها شويه بقدونس، طحينه، بصل وطماطم. بصراحه مش من هواة الكبده قوي، فمش بعرف اقول اذا كانت هي احلى حاجه ولا اوحش حاجه عشان مش باكلها كتير، ولكن الطحينه صراحه طعمها حلو قوي. هندخل في اللي بعده. كفته دي ماي فيفورت. هبل يعني، فاهم؟ هتطلب ايه يا فندم؟ كفته طبيعي يعني. اوكي مبدئيا كده معلش بقى، الكبده ما كانتش حلوه، الكبده عاديه قوي، سبايسي بس عاديه قوي. كفته انا بقى اللي جامده، الكفته الصراحه جامده قوي. كميه البهارات المحطوطه على كميه على السوى اللي هو يعني 3/4 سوى، مش محروقه، بس في نفس الوقت اللي هي مش طريه مظبوطه. تعالوا كده نجرب شويه طحينه عليها. الطحينه غريبه، الطحينه مش الطحينه الطبيعيه اللي متعود عليها خالص. تحس ان هي طحينه عليها توم. انت الطحينه دي انت حاطين عليها توم؟ لا، الطحينه دي عليها ليمون معصفر، صح كده؟ ايوه مختلفه شويه، مختلفه قوي جدا. ايوه جامد. ليمون معصفر. انت تحب المزازه عامه ولا؟ بموت في المزازه. حلو. لا هي فظيعه، لا فظيعه يعني. انا هاخد منك برطمان وانا ماشي. شكرا يا لا الطحينه حوار. واضح ان انا بحب الكفته. خلص. اللي بعده السجق. بص السجق ده بقى عز منوفي، حضرموت، عنتر، فاهم؟ الحاجات اللي تعجب دماغك كده. انا غاوي سجق. خلينا ندوق بقى ونشوف الاطعمه ايه. هو انا بالنسبه لي السجق لازم يكون سبايسي، يعني دي حاجه معروفه. ما ينفعش سجق مش سبايسي ومش متغرق في طحينه. هم اوريدي عاملين الكبده سبايسي وكانت يعني اللي هو يجي منها شويه. هنا السجق مش معمول سبايسي، هو طعمه حلو وقرمشته حلوه وجميل والبصل والميكس رائع، بس هو ليه مش سبايسي يعني؟ هو معروف السجق لازم يكون سبايسي يا جماعه. طيب خلينا نقيم كده لحد دلوقتي. كبده 3/10، كفته 9/10. سلام. والسجق الصراحه حلو يعني، انا صعبان على ادي رقم قليل، هو طعمه حلو بس عشان مش سبايسي قوي ممكن 6/7. ندخل بقى في الحاجات الهيلثي شويه. في الشيش ده الاوردر بتاعي من اي مطعم وقت ما اكون في الدايت لسه، شيش بس من غير عيش طبعا، من غير حاجه. خلينا ندوق. انا حاسه هيبقى حلو قوي لو حطينا عليه شويه طحينه. خلينا نجربه طحينه. طيب عايز اوريكم حاجه بقى. انا عندي اعتراض يا جماعه. الشيش ده طعمه جامد هبل، طعمه جامد قوي يعني مش طبيعي، بس مشكلتي معاه ان هو مش حاطين طحينه كفايه. يعني الطحينه دي لو زادت انا لو هاكل ده هعمل كده، فاهم؟ دوق بقى الفرق. الراجل محتاج يتوصى بالطحينه شويه. بجد الاكل جامد، بس انتوا تحسوا انتوا بتحطوا يعني زود شويه طحينه هيبقى احلى كتير. نروح لاخر ساندوتش موجود النهارده. هو في العادي عندهم كباب كمان، بس احنا هنروح لاخر ساندوتش موجود النهارده هو الطرب. بعد كده ندخل في الحوش على طول بقى. ممكن نجرب الفرايز كده. حلو. خلي بالك دوق الطرب. انا هشوف سيبك من كل السندوتشات اللي فاتت دي. الطرب ده حوار جامد هبل. الطرب هو اجمل شيء هنا لحد دلوقتي. لسه ما خدش حواوشي بس هو فظيع. طيب لو هنقيم السندوتشات دي كده من الافضل للاقل شويه، في المقدمه الطرب فظيع جامد، بعديه الكفته، بعديه بقى مين؟ بعديه الشيش او السجق. يعني الاثنين كانوا حلوين، بس السجق كنت عايز يكون سبايسي شويه، بس برضه الشيش كان حلو بس كان ناقصه طحينه. بس حته في النص كده. ممكن نقول بقى كده الشيش، السجق، وفي الاخر خلاص الصراحه يعني
الكبده، يعني هما الكبده هنا مش شاطرين، يعني هي حلوه بس يعني مش قوي، يعني طاروا في حته ثانيه الصراحه. انا همشي هنا بشوال طرب تقريبا. طيب خلصنا السندوتشات، ندخل بقى في الحواوشي. انا عاجبني برضو هنا ان الاسعار في الحنين شويه، السلطه ب5، الساندوتش ب20 30، في الرواق الاسعار غليت، الدنيا غليت، بس هنا اسعار لسه في الحنين شويه. نبداهم بالترتيب، نبدا كده بالحواوشي العادي، وبعد كده نروح للسجق، وبعد كده نروح للجبنه في الاخر. بس كده بس نبدا كده. تعالى نجيب الطحينه الحلوه دي هنا على جنب كده. ولا بد. طيب في كام حاجه هنا ملاحظها. اول حاجه العيش بتاع الحواوشي رفيع، يعني ارفع من الطبيعي شويه، فبالتالي بيكون مقرمش اكتر وانت بتاكله. جديده، مش عارف اقول لك اذا كانت دي حاجه احلى ولا حاجه اوحش. هي مش اوحش ولا احلى، هي حاجه عاديه، هي حاجه بس مختلفه في الطعم، ان هو مقرمش شويه والعيش رفيع قوي بان شويه. الحاجه الثانيه انا ملاحظها ان هو سبايسي سنه، فانت بتبلع ريقك شويه، حلوه. انا بنبسط، بحب اللي يهني في السبايسي، فما عنديش مشكله خالص، يعني جميل قوي. الحاجه الثالثه الطحينه دي مش لايقه على الحواوشي، الطحينه دي لايقه اكتر على السندوتشات، على الطرب، على الشيش، على الحاجات دي، بس مش لايقه قوي على الحواوشي. تحس ان انت محتاج نوع طحينه تاني من غير ليمون مثلا، مش عارف. بس هو الطحينه دي حلوه، بس مش لايقه قوي على طعم الحواوشي ده بحد ذاته. اخر قطمه بعد كده ندخل في التاني. تاني حواوشي عندهم هو حواوشي سجق. حواوشي سجق هو حاجه انا مش بجربها كتير، في العادي بطلب يا اما حواوشي جبنه او حواوشي عادي. حواوشي سجق انا مش باكله كتير، بس هو حاجه منتشره، موجوده في اسكندريه كتير، موجوده في مصر هنا في القاهره. خلينا ندوق. جامد يعني، فظيع. احنا مش لايقه، بس هو جامد قوي يعني. سبايسي هيحرقك. بس جامد. اكتر حاجه كنت متحمس لها في الحلقه دي اول ما سمعت عن المطعم وقريت المنيو كده، هما حاجتين، كان الطرب والحواوشي الجبن. فيعني ده لو حلو هكون مبسوط، مش حلو امالي هتبقى قليله قوي في المطعم ده. فيلا بينا. جامد، بس عشان الجو ساقعه جلت شويه. هو انا حاسس هنا في ملح زياده شويه، او الجبنه مديه الملح ده، بس اوفرول طعم جميل. طيب لو هنقيم حواوشي سجق مقدمه، جبنه. بصراحه الجبنه يعني الجبنه والعادي زي بعض، بس حواوشي سجق بصراحه مقدمه. يعني احنا كده خلصنا المنيو صغنون بس منيو وبس كده. دي كانت تجربه مطعم لغم. المنيو بتاعهم صغنن كده، في اللطيف، سريع، مكانه جنب حديقه الطفل، قاعده كده او دورز لطيفه. لو انت دماغك واخداك على مشويات بقى، طبق كفته، ربع، مش عارف ايه، ملوخيه، حاجات زي كده، مش ده المكان اللي بيقدم الحاجات دي. المكان ده رايح اكتر لمشويات في السريع كده، مشويات كده على الماشي، تاخد ساندوتش ب 20 30 جنيه كده تاكله، فاهم؟ حاجه كده طعمها حلو. لو ناوي تيجي تاكل من هنا بصراحه، عليكوا على الطرب وعليكوا على الحواوشي السجق، الاثنين دول، فاهم؟ تيجي تاخد لك الاثنين دول كده وتتكل. لكن الحاجات الثانيه حلوه، بس دول مميزين جدا الصراحه. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو لازم تعمل لايك، تابعنا على الفيسبوك، تابعنا هنا على اليوتيوب، ولو عندك اصحاب اعملوا تاج تحت في الكومنتس، واشوفكم في فيديو جديد.